بعد كده نعلق بس اتفضل. الفيديو نفسه اللي موجود ده في واحده ست لابسه احمر، ولو حضرتك عدت الفيديو تاني ده كاميرا بتصور البنت واللي واقفين فرحانين بيها وقامت عادلاها وحاطه لها السكينه في لا دي مش فرحانين، دي بتوجهها على الكاميرا وانا بصور. طب ليه بتوجهها على الكاميرا اصلا؟ عشان اصور اللقطه اللي انتوا تسببتوا فيها. مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ معلش انا افلامكم اسالوا الشعب المصري كله. حضرتك انت ما قريتش النهارده على التواصل الاجتماعي كله هجوم عليكم؟ ده مش رايي انا بس. مين اصلا؟ انا ما اعرفش. انا مواطن مصري بريء منكم من افلامكم. انا بكلم استاذ وائل الابراج. طيب يا استاذ كريم بس خلينا هو اصل استاذ وائل العيب مش عليه، العيب عليك انت يا وائل يا ابراج. نعم عليك انت يا وائل. ما اخطاتش في حاجه. نعم عليك، عايز تسخن الحلقه على واحد مش مربي بنته. فالعيب عليا انا. انت يا وائل يا ابراج. العيب مش عليك انت يا وائل يا ابراج. العيب مش عليك انت يعني. تستاهل اللي عملوك فيك في امريكا، تستاهل اللي عملوك. والله ما انا هنتظر ايه من بلطجي في ثوب بلطجي مين؟ بلطجي يعني. طب انا يعني انا بعتذر طبعا للمشاهدين عن هذا اللفظ، لان لما يقول لفظ زي ده يبقى يا جماعه ده نأتمنهم ازاي على السينما؟ صحيح. يعني نأتمن دول على السينما ازاي وهو ممكن يقول لفظ بهذا الشكل؟ أنا بأسف للسادة المشاهدين، لكن الحقيقة يبدو أنه كان مهما إن إحنا نسمع لفظ من هذا النوع، عشان ده ما ينفعش تأتمنه على الفن. شتائم ما أسهل إن أنا أوجه الشتائم، وده اللي إحنا قلناه مع الإخوان، إنما الأدب هو اللي بيوجع، وأنا الحقيقة هوجعه بالأدب، ومش هناقش إلا بالأدب حتى لو شت. وهو رجع لنا تاني أستاذ أحمد السبكي. استاذ احمد معايا؟ لا انا كريم السبكي. كريم امال مين؟ كريم معايا. انا كريم اللي معاك، وانا اللي كنت بكلمك، والصوت اللي خرج ده، الصوت ده ما خرجش موجه لحد عندك ولا موجه ليك شخصيا. انا اللي كنت بتكلم في التليفون، وده كان صوت في الخلفيه واتسمع عندك في البرنامج. صوت في الخلفيه. يعني هنلعب استغمايه يعني يا كريم؟ هنلعب. انا بكلمك يا استاذ وائل. هنلعب ادعاء يعني؟ بص لما انت لا تستطيع ان تسيطر على لسانك انت واسرتك، كيف ستسيطر على الفن؟ هضمنك ازاي؟ انت لا تستطيع ان تسيطر على لسانك وقلت لفظا. انا بسيطر على لساني كويس جدا، وانا بسيطر على لساني كويس جدا. لا لفظ ايه اللي جاي من الخلفيه؟ انت متخيل انه الناس كلها لا تفهم؟ يا استاذ وائل انت متخيل ان الناس كلها ما بتفهمش؟ على الافلام، مش انا اللي بسيطر على الافلام. انت قلت يا وائل يا ابراشي يا كذا وشتمت. خلي عندك الشجاعه. لا خلي عندك الشجاعه. ما قلتش حاجه. انا ما قلتلكش حاجه اصلا. امال واحد معدي كده فشتم في التليفون. انا كنت بكلمك في التليفون، وده صوت من الخلفيه وانا بتكلم. صوت من الخلفيه ايه؟ الكورال ولا ايه؟ لا مش كورال، وانا ما بهزرش على فكره. والله العظيم باللي انا بسمعه ده انت لا تؤتمن على الفن قيمه. حد يقول لفظ زي ده وتتباهى وتفخر بيه على الهوا؟ زي مثلا انا مين بيتباهى؟ ما حدش بيتباهى. وزي ما الناس عندك بتتكلم، او زي ما الناس اللي بتتكلم، ده وجهه نظر. اللي يقول لك ان انت تتحمل المسؤوليه، اقول له يا سيدي انا ما اتحملش المسؤوليه. بس يا استاذ اللي يتحمل. انما تشتم، انما تشتم وصل بيك الحال تشتم، واللي حصل لك في امريكا كل ده واحد معدي. ده انت بتحكي اللي حصل لك في امريكا والاخوان اللي شتموك واعتدوا عليك، كل ده كان لازم يحصل لك، وبعدها تشتم تقول اللفظ ده وتوهمني ان واحد معدي. في امريكا انت بتتكلم على ايه؟ انا مش فاهمك. لا انا الحقيقه بتكلم عن حاجه انت مش عارفها.